يس، الاهلي السعودي يتصدر روشن السعودية بعد الفوز على الرياض بهدف مقابل لا شيء. الملكي عنده 59 بونت، متصدر روشن السعودية. واحلى مليون مسا عليك يا روجير يا ايبانيز يا ملك البول كارينج. صناعة عالمية، عدى وراوغ وعدى وحمل الكرة وراح وصنع لإيفان توني، وإيفان توني يحرز الهدف، ولكن الهدف يتلغى بداعي التسلل. طبعا في ظل غياب رياض محرز الناس المريضة هتطلع تتكلم. ليه؟ لأن رياض محرز ما كانش بيلعب والأهلي كسب والأهلي صعد. الناس المريضة تقولك رياض محرز بيلعب صدفة، رياض محرز لازم يعتزل. ما هو الأهلي كسب في ظل غياب رياض محرز، يبقى رياض محرز وجوده زي عدمه. ده كلام الناس المريضة. عزيزي المشاهد، ماتياس يايسلا كان مريح رياض محرز ليه؟ علشان مباراة الدحيل القطري في دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. يا سلام يا سلام على الحلاوة. الأهلي، خلينا نتكلم عن الأهلي وبعد كده هنتكلم عن 4 مواضيع مهمة تخص جماهير الأهلي السعودي. 4 مواضيع مهمة لازم كل جماهير السعودية تسمعهم بعد ما نتكلم الكلمتين المهمين عن مباراة الأهلي والرياض. عزيزي المشاهد، الأهلي كان بيلعب بخطة 4-3-3، ولكن الرياض اللي بيهرب من الهبوط كان بيلعب بخطة 3-4-3 في حالة امتلاك الكرة، و5-4-1 في حالة فقد الكرة. الاتنين الوينج باك كانوا بيرجعوا علشان يقفلوا ال5 ممرات ب5 مدافعين 4-1. ليه؟ لأن الأهلي قوي هجوميا، الأهلي عنده كاسحات ألغام في خط الهجوم، فالرياض فريق تحت المتوسط، لازم يقفل ال5 ممرات ب5 مدافعين في خطة ال5-4-1 في حالة فقد الكرة. طب الأهلي أحرز أهداف؟ لا، الأهلي هجمة هنا وهجمة هنا، ضربة كده وضربة كده، اختراقة هنا واختراقة هنا، ولكن تكتلات الرياض كانت صعبة جدا جدا جدا، لدرجة ان الأهلي كسب بهدف واحد بس عن طريق ضربة ثابتة. الكرة اتلعبت بالعرض، وطبعا الحارس احرز الهدف في مرماه. علشان الراقي الملكي كده كده الاهلي كان هيكسب، كده كده احنا واثقين في ماتياس يايسلا. الشوط الاول هجمات هجمات ودفاع من الرياض، الاهلي بالهجمات والرياض بالدفاع. الاهلي عايز يخترق والرياض مقفل كل الجهات. ويجي الشوط الثاني. الشوط الثاني عزيزي المشاهد، والتغييرات التكتيكية والفوقان يا عزيزي المشاهد من ماتياس يايسلا. الشوط الاول والشوط الثاني الرياض بيلعب بنفس الاسلوب، انا هامن دفاعي هلعب على المرتده. الشوط الثاني نفس الكلام، انا هامن الدفاع 4-5-4-1 في حاله فقد الكره، و3-4-3 واعمل التحولات الهجوميه بتاعتي واخطف هدف. ولكن الحمد لله راحوا بكذا كوره خطيره، ولكن مندي تصدى لها، او الكوره كانت بتطلع بره القائمين والعارضه. نيجي للشوط الثاني عزيزي المشاهد، ماتياس عمل حركة حلوة. ايه هي؟ قال لك انا ههاجم بكل اوراقي. طلع لي يا عم زياد الجهني من وسط الملعب، طلع لي فرانك كيسيه، خلي لي فالنتينا إتنجانا لوحده على الدايرة، وهلعب 4-1-4-1. ليه 4-1 اللي هو فالنتينا، 4-1 يعني 5 هجوم 5 هجوم، علشان اهاجم ال5 ممرات. حضراتكم عارفين ان الملعب 5 ممرات، وال5 ممرات الرياض قافلهم ب5 لعيبه، ف5 قصاد 5، والراجل هو اللي يصد ضربه كده وضربه كده، عرضيه هنا واختراقه هنا. طبعا زكريا هوساوي عمل مباراه محترمه، محمد عبد الرحمن ايضا عمل مباراه محترمه، لحد ما تيجي كوره الركنيه او كوره الهدف. ركنيه بتتلعب علشان حارس المرمى يلعب الكوره او تخبط في ايده وتدخل جون، والاهلي السعودي يحرز الهدف الاول. تيجي بعديها بكام دقيقه كوره مهمه لروجير ابانيز، يعمل البول كارينج المحترمه ويروح ويعدي ويقطم ويلعب الكوره بالعرض، ولكن ايفان توني كان متسلل. ايفان توني احرز هدف، ولكن الهدف اتلغى.
هو ده الاهلي السعودي، صاحب الصدارة روشن السعودية الراقي الملكي في ظل غياب رياض محرز بيكسب. في ظل غياب رياض محرز موجود او مش موجود بفضل الله نقدر نكسب. خليني اكلم حضراتكم في الاربع مواضيع المهمة اللي تخص جماهير الراقي الملكي، استنونا. اعزائي السادة المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم داخل مملكة الراقي الملكي. النهاردة هنتكلم في اكتر من موضوع مهم يخص جماهير الاهلي السعودي. اول حاجة هنتكلم عن اداء صالح ابو الشامات الوافد الجديد اللي اداؤه عليه اكتر من علامة استفهام مع انه لاعب مهاري. وهنتكلم عن تحرير فرانك كيسيه الى الامام اكتر. وهنتكلم ايضا عن تألق ايفان توني الخارق للطبيعة. وهنتكلم عن صانع اللعب المدافع روجير ايبانيز. روجير ايبانيز مدافع بدرجة صانع العاب. وخلينا نبدأ على بركة الله. اول حاجة عزيزي المشاهد، صالح ابو الشامات. صالح لاعب عنده 23 سنة، بيلعب جناح شمال. اللاعب مهاري، عنده اللمحة الفنية، بيعرف يعمل دريبل، يعني عنده مهارات عالية، ولكن لابد من استغلال هذه المهارات لإفادة الفريق. طيب أداؤه عليه أكتر من علامة استفهام، ليه؟ لأن القرار بتاعه سيء. مش معنى إن اللاعب يكون مهاري، اللاعب بيعرف يعمل مراوح وبدلات وعنده سكيلز عالية، يبقى اللاعب ده كده خلاص اعتمد عليه. لا، صالح ابو الشامات لا يعتمد عليه. ليه؟ لان القرار بتاعه لازم يكون دقيق. امتى اعمل باص، امتى اتحرك، امتى اراوغ. مش كل حاجة اخد الكرة افضل الم ورقص والكرة تتقطع مني، افضل الم ورقص والكرة تتقطع مني. الكلام ده مرفوض تماما في كرة القدم الحديثة وحتى كرة القدم القديمة. لابد من افادة الفريق، استغل امكانياتي، الدريبل، المراوح، البدلات، السكيلز، الربونة. امتى اعمل ربونة، مش ان انا اعمل ربونة على الفاضي، امتى اعمل ترافيلا. كل الكلام ده لازم استغله لإفادة الفريق، لأن صالح أبو الشامات من وجهة نظري مش هيكمل مع الأهلي السعودي بهذا المستوى. صالح أبو الشامات لاعب مهاري، ولكن لازم يستغل إمكانياته في إفادة الفريق. وبرضو عايز أتكلم عن ماتياس على صالح أبو الشامات. ماتياس لازم يشتغل مع صالح أبو الشامات بشكل قوي لو هيعتمد عليه، لأن صالح بهذا المستوى لا يفيد الراقي الملكي. يعني لعب في أكتر من مباراة، إيه المطلوب؟ إيه اللي هو عمله؟ إيه اللي هو قدمه؟ ولا حاجة. يا ريت برضو تكتب لي وجهة نظرك في التعليقات في صالح أبو الشامات. مباراة الأهلي الماضية أمام النجمة، صالح أبو الشامات ما لعبش جناح، أمال لعب فين؟ لعب مركز 10، لعب صانع ألعاب. هل قدم شيء؟ من وجهة نظري التي ليس قيمة لها، مع التكتلات اللي كان عاملها نادي النجمة، صالح كان أداؤه متوسط، ولكن هو المفروض كان يقدم مردود أكتر من كده، لأن هو كان بياخد الكرة يباصي على اليمين، ياخد الكرة يباصي على الشمال، وأحيانا الكرة كانت بتتقطع منه بسبب القرارات السيئة في وسط الملعب. لأنه هو باختصار شديد هو مش صانع ألعاب. يعني صالح أبو الشامات تحس كده في مباراة النجمة إن هو عايز يتخلص من الكرة وخلاص، يعني الكرة بتجيله عايز يعمل ثرو باص وخلاص، ولما بيحب يعدي أو يحب يراوغ كانت بتتقطع منه وبتترد علينا بتحول أو هجمة مرتدة. فصالح أبو الشامات هو مش صانع ألعاب، هو أصلا جناح وما بيقدمش المردود الجيد في مركز الجناح. تقوم يا ماتياس تحط صانع ألعاب؟ لا، شيء لا يعقل تماما. فلابد ان صالح ابو الشامات يراجع نفسه، ولابد ان ماتياس يايسلا يشتغل مع صالح ابو الشامات اكتر، لان بالمستوى ده صالح مش هيكمل. وانا اعتقد من وجهة نظري التي ليس قيمة لها ان ماتياس مش هيعتمد عليه اعتماد كبير. ودينا شفنا
سميحان النابت، يعني هدي حضرتك مثال بسيط. سميحان النابت كان بيلعب 10 وكان بيلعب جناح شمال. الاهلي ما كانش بيعتمد عليه اعتماد كبير في ظل ان هو الاهلي السعودي قبل مجيء جالينو كان لابد ان صالح او سميحان النابت يلعب جناح شمال. لازم سميحان النابت كان يلعب جناح شمال قبل وندرسون جالينو ما يجي. ليه؟ لان باختصار شديد الاهلي ما كانش عنده جناح شمال، وطبعا جابرييل فيجا مش جناح شمال، وفراس البراكان مش جناح شمال، مع انهم كانوا بيلعبوها ولكن الاتنين مش اجنحة. وطبعا ألان سانت ماكسيمان راح تركيا، فانت كان عندك سميحان النابت ومع ذلك ما كنتش بيعتمد عليه في الجناح الشمال. مع ان سميحان النابت اللي حاليا انتقل الى نادي العلا في الدرجة الثانية في الدوري السعودي، لما كان بيلعب جناح شمال مع الاهلي السعودي كان بيقدم مردود محترم، ولازم الاهلي كان يعني يخليه يشارك اكتر من كده. ولكن بقى هو الاهلي ما اعتمدش عليه وفي النهاية استغنوا عنه وراح نادي العلا. نتمنى له كل التوفيق، لاعب محترم، لاعب انا كنت بحبه، لاعب كان عنده مرونة تكتيكية بيقدر يلعب في اكتر من مركز، ولكن الاهلي السعودي كان لا يعتمد عليه. ندخل على تحرير فرانك كيسيه. فرانك كيسيه عزيزي المشاهد بعد مجيء أتانجانا فالنتينا ريح فرانك كيسيه. دلوقتي الاهلي السعودي عنده دستروير قوي في وسط الملعب. الموسم الماضي الاهلي كان سيء جدا في وسط الملعب، واحيانا فرانك كيسيه كان بيبان سيء في وسط الملعب. ليه؟ لان ما عندهوش دستروير قوي. طيب لو هنخلي فرانك كيسيه هو الستة وزياد الجهني 8، ده الموسم الماضي فرانك لو هيلعب 6 او لو كان هيلعب 6 وزياد كان هيلعب 8، زياد غير قوي في مركز البوكس تو بوكس. هو اصلا زياد في مركز وسط الملعب لاعب بوتنشال. يعني ايه لاعب بوتنشال؟ لاعب واعد، ولكن ما تقدرش تعتمد عليه اعتماد رسمي في وسط الملعب سواء دستروير او بوكس تو بوكس. عشان كده الموسم الماضي في بعض المباريات كنت بتلاقي فرانك كيسيه مستواه سيء، لانه كان باختصار شديد بيقطع مساحات كبيرة في الملعب. في التحول الدفاعي للاهلي السعودي تلاقي فرانك رجع علشان يعمل المساندة الدفاعية او التغطية، والاهلي مع الكرة لازم فرانك كيسيه كان بيتقدم عشان يعمل عملية اللينك بين الخط الاول والخط الثالث. ففرانك كيسيه كان بيتطحن، وفي مباريات من كتر ما هو مجهد ومن كتر ما هو بيتم استغلاله مستواه بيهبط بسبب الحمل البدني وبسبب قطع المساحات في كتير من المباريات لعدم وجود لاعب دستروير قوي. ففرانك كيسيه ولا هو كان عارف يلعب دستروير ولا هو كان عارف يلعب بوكس تو بوكس. فالموسم اللي فات فرانك كيسيه اتطحن لدرجة ان في بعض الجماهير قالت لازم فرانك كيسيه يمشي، فرانك كيسيه اداؤه سيء، فرانك كيسيه مستواه سيء جدا جدا. والعبد لله كنت بنزل حلقات وكنت بقول يا جماعة الخير الاهلي محتاج دستروير قوي. العيب مش في فرانك كيسيه، فرانك كيسيه خامة أوروبية قوية، ولكن الحمد لله وبفضل ربنا الأهلي هذا الموسم اتعاقد مع فالنتينا إتانجانا اللاعب القوي جدا جدا في وسط الملعب في عملية افتكاك الكرة والتحول الدفاعي السريع، وحتى بيقدر يعمل نزعات هجومية محترمة، بيقدر يحمل الكرة ويمشي بيها، أحيانا بيكمل كمهاجم تاني بأوامر من ماتياس يايسلا في بعض المباريات. فالحمد لله ولله الحمد نمسك الخشب ان احنا عندنا فالنتينا إتانجانا، وعمنا فرانك كيسيه بيتحرر وبيقدر يعمل الربط بشكل قوي في النواحي الهجومية، وكمان ممكن يلعب مركز 8 في 4-3-3. يعني الأهلي في بعض المباريات هذا الموسم كان بيلعب 4-3-3. فالنتينا إتانجانا كان هو الدستروير
واثنين في المساحات النصفيه انزو ميو وجنبه فرانك كيسيه. فعلشان تلعب 4-3-3 لازم يكون عندك لاعب مركز 6 قوي، لاعب مركز 6 قوي، والاتنين البوكس تو بوكس بتوعك يكونوا مقاومين للضغط وبيعرفوا يعملوا عملية الربط بين الخط الأول والخط الثالث. والحمد لله انزو ميو وفرانك كيسيه عندهم هذه الملكة، عندهم مهارات عالية، بيقدروا يخترقوا المساحة، بيتحركوا من غير كرة بشكل جيد. فالحمد لله نمسك الخشب مع فالنتينا إيتانجانا وفرانك كيسيه. ندخل على الجزئية الثالثة، تألق إيفان توني. إيفان توني عزيزي المشاهد في هذا الموسم مع الأهلي السعودي معاه 23 هدف، هو هداف الأهلي السعودي وأيضا هداف دوري روشن السعودية برصيد 23 هدف. بسم الله ما شاء الله، هاتريك هنا وهاتريك هنا وهاتريك هنا وتحرك هنا وخروج من المنطقة هنا. إيفان توني صفقة رائعة رائعة رائعة. بعد ما كان مدفون تحت التراب وموقوف لمدة 6 شهور بسبب المراهنات مع نادي برنتفورد الإنجليزي، بعد الإيقاف قال لك لا يا عم احنا مش عايزينك، على طول برنتفورد وداه الأهلي السعودي. وخالد العيسى اتعاقد مع إيفان توني، والجماهير كانت متخوفة والعبد لله كان متخوف، ولكن اللاعب اشتغل على نفسه وبقى لاعب خارق للعادة، أهداف هنا وأهداف هنا، لاعب مهم جدا جدا جوه الصندوق، التحرك بتاعه جوه الصندوق غير طبيعي، وعنده تفاهم مع الاثنين للأجنحة ومع لاعب وسط الملعب اللي هو فرانك كيسيه غير طبيعي. بالإضافة إن هو بيطلع بره الصندوق وبيدخل الأجنحة بشكل قوي جدا جدا. إيفان توني يا جماعة لاعب قوي، وأي فريق في العالم يتمنى إن هو يكون عنده إيفان توني. بجد 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 لاعب أنا بحبه، لأنه هو إضافة كبيرة لروشن السعودية تما والكرة العربية بشكل عام، مش مجرد السعودية بس، لا ده إضافة كبيرة ومتعة كروية للعالم العربي والقارة الأسيوية تما. إيفان توني السفاح الإنجليزي صاحب 23 هدف هذا الموسم، الخروج بره المنطقة وعملية المحطة ودخول الأجنحة جوه ال 18. بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب على هذه الصفقة الرائعة. آخر حاجة معانا في هذه الحلقة روجير إيبانيز، مدافع بدرجة صانع ألعاب. إحقاقا للحق روجير إيبانيز التمريرات الطولية الكاسرة للخطوط الرائعة جدا جدا عملها في أكتر من مباراة وأحرزنا أهداف منها، عملها في أكتر من مباراة، ورياض محرز استلم وعمل الكنترول المحترم وعمل اسيست علشان إيفان يحرز هدف وعلشان فالنتينا يحرز وبرضو انزو ميو يحرز، وأي حد بيحرز من الطوليات المحترمة المتقنة من روجير إيبانيز. مباراة الأهلي والنجمة الماضية روجير إيبانيز عمل 2 بري اسيست، عمل 2 بري اسيست لرياض محرز. أخذ الكورة من حارس المرمى إدوارد مندي، لعب الكورة الطولية الكاسرة للخطوط لرياض محرز علشان رياض محرز يلعب بالعرض وإيفان توني يحرز الهدف الثاني. وأيضا الهدف الأول كان من كرة كاسرة للخطوط من روجير إيبانيز، لعبها روجير إيبانيز لرياض محرز ورياض محرز على طول بالعرض علشان فالنتينا إيتانجانا يحرز هدف الأهلي الأول في مرمى النجمة. وبعد كده الطولية أيضا بتاعة روجير لرياض ورياض بالعرض علشان طبعا الأهلي يحرز الهدف الثاني لإيفان توني، وتنتهي المباراة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف بعد الريمونتادا القوية اللي عملها الراقي الملكي. وبكده أنا اتكلمت عن 4 نقاط أو 4 مواضيع هامة ومهمة تخص الراقي الملكي. يا ريت تكتب لي وجهة نظر حضرتك في التعليقات. ما رأيك في فرانك كيسيه هذا الموسم؟ وما رأيك في طوليات روجير إيبانيز الكاسحة الكاسرة للخطوط؟ والكلام اللي أنا قلته في بداية الحلقة عن صالح أبو الشمات، أنت تتفق معايا ولا تختلف في موضوع صالح
أبو الشمات. وبكده تكون خلصت الحلقة. فضلا وليس أمرا ادعمنا باللايك. حضرتك لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة، فعل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أشوفكم على ألف خير في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.